أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مشتركي الأعزاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله الجميع راه بخير. مرحبا بالمشتركين الجدد. أعتذر عن هذه الغيابات المتقطعة، طبعا لظروف العمل وظروف عائلية، شغل يعني دائما مشغولة، والمونتاج هذا كما قلت يدي لي وقت بزاف. لا عينينا، انا دائما راكم في البال، ما ننساكمش. جبت لكم هذه الفكره ان شاء الله تروق لكم، وان شاء الله طبقوها وتستفادوا منها. مروحه الريش، مروحه الريش راهي طوندونس بالبزاف، حتى ولو كانت هي مروحه تاريخيه وقديمه قدم الخلافه الاسلاميه. ما نقولوش العصر الفيكتوري اللي جا هو من بعد، هنا نحكو على العصر الاسلامي او الخلافه الاسلاميه اللي كانت عام 575 ميلادي، وإذا أني غالطة صحوا لي 500 أو 700. نعم 775 ميلادي، وانتهت في القرن قعدت 5 قرون، انتهت في القرن 12 ميلادي. أما العصر الفيكتوري جاء في القرن 18، فلهذا تبقى المروحة مروحة. الفكرة تاعها أو التاريخ تاعها قديم بزاف. هنا عندي الهياكل تاع المرآة راكم تشوفوا فيهم تاع 10,000، وانا كنت عندي هاد الكرتونة كنت دايرتها داخل هنايا. راح نطويها ونستعملها، ونستعمل اليد تاع هذا الهيكل. قادرين ايضا نستعملوا الدائرة نفسها يد، وتستعملوا ايضا الدائرة مروحات التوزيعات. هذا الافكار هذه راح تشوفوها في فيديوهات قادمة بحول الله. اللي يهمني انا في هذا الامر كله اني محتاجة اليد تاع الهيكل هذا فقط. وهذه الكرتونة كانت عندي مرميتهاش، القطر تاعها 14 سنتيمتر كرتون، وثبت عليه السكاي. هنايا ضروري تكون دائرة كاملة، ومن بعد أنا نطويها. علاه دائرة كاملة؟ الخاطر راح ترقف لي اليد، ونغطي بها أمام المرآة، عفوا أمام المروحة وخلف المروحة. تابعوا. نقصوا، او اللي تخاف لا تتكسر معاها تستعمل السيليكو، عفوا تستعمل الفيغ سودي، وتنحي هذا اليد، وتحافظ على هذه القطعة الخارجية هي اللي راح نثبتها داخل الكرتونة. المروحات هذو راهم غاليين بزاف، راهم 460 ألف كي تكون من الأمام ومن الوراء. كي يكون الريش فقط من الأمام يكون سعر آخر، وكي تكون اقتصادية بطريقتي أنا تكون أرخص طبعا. بالطريقة اللي درتها أنا تاع اليد، تاع اليد نحكو على تاع اليد من الأمام ومن الخلف، السعر تاعها 350 دينار. راح نقول لكم علاه، لأني دخلت فكرة اقتصادية فيها. اللي حبت تطبقها على مروحة كيما هذه، فقط تغلق هذوك الفتحات تاع الهيكل وتثبت الفروة تاعها عادي جدا. هذه راح نشوفوا الفكرة هذه بلا غيبيور في الفكرة الثانية. أنا الآن محتاجة هذه المروحة فقط لناخذ القياسات، محتاجة اليد ومحتاجة الأعواد الخشبية اللي تتباع عند أصحاب لوازم الحلويات، 200 دينار جزائري، 20,000. محتاجة كما قلت ناخذ القياسات تاع نصف دائرة هذه تاع المروحة. باش نقص قطعتين من الكرتون. الفكرة الثانية راح تكون فيها بهذه المروحة. إذا كانت عندك مروحة مكسرة، يعني مكسرة من جهة فقط، تقدري أيضا تخدمي بها الفكرة الثانية. احنا نبقاو هنا في الفكرة الثانية اللي هي مروحة اليد بالريشة. مروحة اليد بالريشة ما نقدروش نستعملوا فيها المروحة العادية، لازم نديروا لها هيكل. هذا الهيكل هو اللي راني نطبق فيه أمامكم.
كرتون هذاك تاع الاركيتكتور. تقدروا تستعملوا اي كرتون اخر بشرط يكون ابيض اللون، لان هنا الريش عندي ابيض. راح نثبت هذه الاماكن باه ما تبقاش تتحرك، خاصني تكون ستابل. ندير قياسات في نصف الدائرة ونفتح بالمقص المكان اللي ندخل فيه اليد. نكرر ان القياس هنا تاع الدائرة او قطر الدائرة هو 14.5. راح ندي 7.2 في الوسط ونقيس مكان القطعة اللي تدخل. نفتح بالمقص الفيديو هذا حاولت نقصر منه قدر المستطاع، هو فيه 66 دقيقة، رجعته 24 دقيقة وربع. هنايا دخلت على قلت لكم هذيك القطعة حافظوا عليها ما تقصوهاش، هي اللي راح تلقى في الهيكل. ثبتوها تثبيت ضروري نثبتوها جيدا وما نغلقوش حتى ندخلوا الهيكل. نجيب المنتصف الكرتونة مع منتصف اليد ونحاول نحط القطعة الخشبية. بعد ما ثبت القطعة الخشبية ضروري نغطي العمل تاعي بالفيزلين. استعملوا الفيزلين الرقيقة أو الغليظة ما يهمش، المهم تغطوها. والريش راح يعني هذا الفيزلين راح يساعدكم يثبت عليه الريش جيدا. هنا بعد ما قصيت القطعة حسب الهيكل راح نثبتها أيضا وندير قطعة ثانية في الخلف بدون أعواد الخشب. أذكر أن سعر الريش يعني الريشة باينة 60,000 للمتر، والسعر الريش هذاك الرقيقة رقيقة قاع 85,000 للمتر، لهذا السعر تاع المروحات راه غالي بزاف. تبعوا معي آخر الفيديو راح تشوفوا يعني أفكار اقتصادية جدا نقص عليكم مصاريف. هنا بعد ما ثبت الهيكل راح نقص الزوائد، وطبعا اليد ثبتها جيدا ودرت لها خشبتين باش نثبتها من الأمام ومن الخلف عند المقبض. هنا صارت
جاهزة باش نثبت عليها هذا الريش. نذكر ان المترة تاع الريش اللي درتها بالامام راهي 60,000، والاخرى رقيقة 85,000. لهذا الفكرة الاقتصادية هي هذه، انك تجيبي قطعة تاع فرو اللي راها 300,000 للمتر او 250,000 للمتر، وتقصي بالكاوية، تقصي 3 سنتيمتر عرض أشريطة، تستخدميها يعني تعاونك باش تعمري المروحة. لكن عمرتيها كلها بالريش تاع 85,000 وتاع 60,000 راح تجيك يعني المقامات تاعها غالية بزاف وتبيع وما تنباعش، شكون يشريها؟ هنايا انا عاونت بهذا القطاع تاع الفرو، درتها في الوسط ودرت ما بيناتهم الريش اللي راه غالي. الطريقة هذه تاع الكوي أحسن من القص. لو كانت تقصي كل ما تهاوي بالمروحة يطير الريش، لكن هنايا بما أنك كويتيها وحرقتي القماش فقط ما قصيناش الشعيرات، راح تبقى ثابتة هذيك الشعيرات وما تطايرش عند الاستعمال. ضروري ديروا هذه الطريقة، هي أحسن من القص، حتى المكان يبقى نظيف، وحتى أنت يعني ما راحش تنغبني خصوصا اللي عندهم حساسية من هذا الشعيرات. كما لاحظتم هنايا راني ثبت الريش تاع 60,000 للمتر، هو الأول باش يبان. ثم دخلت هنا نصيحة، الاتجاه تاع الفرو اللي تحرقوا منه هو هذا، يعني الشعيرات تكون في الاتجاه اليسار وتحرقوا، ماشي العكس. هنا راح نثبت الفرو وما نجبدش، ضروري هنا ندير شغل دغابي، نقرص يعني باش تدور معايا الفرو بدون ما يبقى واقف او يدير لي هذيك التكميشات او يعني ما يجيش باين، ما يجيش راقد. انا كنت رايحه نديرها في الصف الثالث هذا الفرو تاع 85,000، لكن لا، راح نزيد قطعه في الصف الثالث او الدائره او نصف الدائره الثالثه، ثم نركب هذا في الوسط هكذا يجي باين، كي يروحوا به يجي طاير يعني يبان. كما تعرفوا ان الفرو والشعرات تاعه قصيره ما تبانش، لهذا اضفت هذاك الفرو الغالي او الريش الغالي في المنتصف باش يعطيني منظر جميل. هنا كما قلت نبقوا نكمشوا او نضغطوا باش يدور معانا الفرو، دائما نسحب الشعيرات للامام. وهنا ضفت راح نضيف عفوا، هنا راني ندير فقط في القياسات، راح نضيف الفرو بعد ما ثبت الريش. هنا بان لي اني بعدت وبقى الفراغ يبان، راح نطلع الدورو، هنا لازم نطلع. ممكن تجيكم طلبيات انكم تحطوا كلمة احلى عروس بالبليكسي دوغي، انا ما نحبذهاش كما قلت. نقدر ندير تاع الاسم، لكن اذا جاتني طلبية نديرها، علاش لا، رغبة العروس اذا حبت، يعني ماشي ما راحش تستغلها هذيك احلى عروس، يعني تكتب اسمها او ما تخليها كذا سامبل احسن. اليد هذه بما انها غاز راح نغطيها بالغيبون بلون ونفينيها بواحد لي زوزو هذوك ولا لي بيرل دوغي. انا السيليكون كملي، ما حبيتش نتوقف عن العمل ونروح نشري. شتي الانسان كي يكون متحمس لاول عمل ما يحبش يوخر عليه. تحمست حتى اللي كملته، يعني هذه اول مره انا نخدم هذا
المروحات، قدمت 3 تاع الأنواع كلهم اقتصاديين. هنا راني نوزع في هاد لي غالون او هاد المسكيه او هاد الكيبير كما تحبوا تسموها. من زمان راهي عندي، يعني اللي سالوني على السعر تاعها، على ما اظن 60 في المتر او هكذا، هي غاليه نوعا ما، لكن يعني تبقوا رابحين. الا ما لقيتوش هذه شرو هذيك تاع الترك، تاع التاج، نفس الشيء، تفي بالغرض. حاولت قدر المستطاع ان نغطي الخشبه هذيك ونغطي نفس الوقت هذيك نصف دائره. حاولت يعني نجمعهم ويخلوا لي هذيك المنتصف باللي نحط فيه لويزا. انا هنا ما حطيتش لويزا، حطيت دبلونه. قبل لا تثبتوا دائما تحطوا وتشوفوا يعني كيش راح تركبوا هذا القطع، ثم تثبتوها حتى ديروا لها الاماكن تاعها. هنايا هذه الدبلونه اللي ثبتها، دورت عليها ستراس. راح فقط من الخلف راح ندير فقط نفس الطريقه تاع اللي صففت بها الريش والفرو. اما الويزا ما راحش نديرها، وندير قطع متفرقه من القالون تاع المسكيه. هذيك اليد دورت عليها لي بيرل، والبياض اللي بقى يبان تاع اليد غطيته بهذا القطع ايضا تاع لي بيرل دوري. هنايا وزحتهم بهذا الشكل. وضروري نعاود نرجع لليد الفراغ هذاك اللي بين اليد والهيكل المروحة، ونضيف له السيليكون كما كنت تلاحظوا ندير له هذاك المساك. وهنا انتهينا من العمل. المروحة جاهزة، جات شابة بزاف. راح تشوفوا في آخر الفيديو أيضا الصور